عاملين إيه يا جماعة؟ هرجع أحاول ألتزم، بس متفرحوش قوي لأنكم عارفيني. ألتزم أسبوع وبعدها أختفي وأرجع في سبات شتوي. المهم، يا رب قصة النهاردة تعجبكم. هي من نوعية قصص العيلة السريعة، من غير دراما زيادة ولا وجع دماغ. يعني تقدروا تسمعوها وانتم مسترخين من غير ما تحتاجوا تمسكوا ورقة وقلم وتسجلوا الأحداث. وبالمناسبة، في ناس وأنا بصراحة بحبهم جدا بدأوا يربطوا التناقضات بين طائفة الصعود وبين الأحداث اللي حصلت في القصص اللي بعدها. بس لأ يا جماعة، دي تفاصيل أنا سيبتها مخصوص عشان تخليكم تحتاروا. ولما الحقيقة تتكشف عايزة أشوف الكومنتات كلها كاتبة دمار شامل تفجير، خربها هدى. ويلا، اللي وراها غسيل معين، واللي كان مستني نكمل هولو نايت. وخلونا نبدأ. في مثل مصري بيقول: ابنك على ما تربيه. بس عيلتي في أمثال كتير ممكن توصفهم، ورغم كل المشاكل اللي حصلت بيني وبينهم، بس دي أول مرة بجد معرفش هو الخطأ على مين. بس الأحسن أحكي لكم القصة من الأول. النهاردة هحكي لكم حكايتي. أنا اسمي سارة، عندي 28 سنة، عندي بابا وماما وأختي الصغيرة بسمة. كلهم عايشين في مدينتي اللي بتبعد حوالي 4 ساعات عن المكان اللي كنت عايشة فيه. بصوا بقى، الموضوع وما فيه في عيلتي إن بسمة دي كانت دايماً البنت المدللة. ومش قصدي يعني إنها كانت بتاخد اهتمام زيادة شوية، لأ، أنا قصدي إنها كانت بتاخد كل حاجة. أي حاجة تشاور عليها بابا وماما يجيبوها لها على طول. عجلة جديدة وهي عندها 12 سنة؟ طبعاً يا حبيبتي، ده حتى جابوا لها عربية جديدة قبل ما تبقى 18 سنة أصلاً. عارفين أنا خدت إيه وأنا عندي 17 سنة؟ آلة حاسبة مستعملة للمدرسة. دي كانت هدية عيد ميلادي، آلة حاسبة. وأمي كانت بتتعامل معايا كأنها أهدتني كيلوغرامين ذهب وأرضين وشقة في الإسكندرية على البحر. فاكرة مرة كان عندي حوالي 15 سنة، طلبت من بابا أدخل برنامج تدريب فنون في الصيف. كان يتكلف حوالي 400 جنيه. بس 400 جنيه. هو بس قال لي: يا سارة، السيولة بعافية شوية اليومين دول ومش هنقدر ندبرهم. تمام، مفيش مشكلة. بعدها بأسبوعين بس ما حبت تروح السينما تشوف فيلم جديد هي وصاحبتها. فأخدت كام؟ أخدت 800 جنيه. أنا والدي بجد كان بيتعامل معايا كأنه من المنوفية. طيب أقول لكم حاجة كمان افتكرتها، دي لسه بتزعلني وبتحرق دمي لحد النهاردة. في سنتي قبل الأخيرة في المدرسة كنت محتاجة جزمة جديدة، مش حاجة غالية يعني، جزمة عادية. أنا من كتر الطين كنت نسيت إن لونها الأصلي أبيض. أمي قالت لي: الشهر الجاي هننزل نشتري. والشهر الجاي ده عمره ما جه. بس لما بسمة شافت جزمة ماركة معينة في المول وعجبها، بابا خدها بالعربية في نفس الويك إند وجابه لها. أنا مش بخترع الكلام ده، ولو هفضل أفتكر هتعصب وأقفل الفيديو دلوقتي، لأنهم عمرهم ما كانوا بيفتكروني إلا لو كانوا محتاجين حاجة. زي مثلا لما يبقوا محتاجين حد ينظف البيت، أو لما جدتي تبقى محتاجة حد يوصلها للدكتور ومحدش راضي يوديها. ساعتها فجأة تلاقيهم مفتكروني. لكن أنا أطلب منهم أي حاجة؟ معلش يا حبيبتي، مش وقتها خالص دلوقتي. فعرفت من بدري إن ماليش غير نفسي. اشتغلت وصرفت على نفسي في الكلية وأجرت شقتي الخاصة، وبنيت حياتي كلها من غير ما أطلب منهم جنيه واحد. لأن إيه الفايدة يعني؟ وبعدين جدتي ماتت. وبصراحة، جدتي دي كانت الشخص الوحيد في العيلة دي اللي شايفني بجد. كانت هي اللي تديني 200 جنيه ومحدش واخد باله، وهي اللي تتصل بيا في عيد ميلادي لما أبويا وأمي ينسوا. فلما ماتت، الموضوع وجعني جدا. بس جدتي سابت وصية. طبعا الكلام ده أنا ما كنتش عارفة عنه خالص، لأنه في الطبيعي والدي هياخد كل حاجة لأنه وحيد أمه وأبوه. بس بسمة فضلت قاعدة فوق دماغ جدتي عشان تترك لها أي حاجة لما تموت. قالت لها إنها محتاجة كل الفلوس عشان عايزة تستثمرها في مشروع فوراً، ومش قادرة تستنى، ومش عايزة تطلب حاجة من والدي، مع إني متأكدة إن والدي كان مستعد يديلها الفلوس كلها. بس جدتي فهمت اللي فيها وعملت حركة اتقلبت على بسمة. ادت والدي حصته الشرعية عادي، بس قبل وفاتها تركت شهادة في البنك فيها مبلغ كبير من فلوس جدي باسم بسمة. أما أنا، فجدتي كتبت لي البيت بتاعها بيع وشراء. طبعاً القيمة كانت متساوية بالورقة والقلم، بس الحركة دي برضه ما عجبتش بسمة. أنا مهتمتش ونقلت في بيت جدتي، وكان محتاج شغل كتير. المطبخ كان من أيام السبعينات، والحمام كان فيه سيراميك أخضر غريب كده، والسقف كان بينقط مية، وكنت مش عايزة أعرف هو بينقط مية إيه بالظبط. بس البيت كان بتاعي، جدتي سابتهولي. وعلى فكرة، وأنا بكتب القصة دي انتبهت لحاجة: أنا ورثت من جدتي بعد البصر. المهم، بدأت أجدد فيه بالراحة، لأن صراحة كنت بدفع كل حاجة من جيبي الخاص. طبعاً في الوقت ده
بسمة وجوزها خدوا فلوس الشهادة دي، كل جنيه فيها وافتحوا مقهى أو كافيه. شوفوا، أنا ما عنديش حاجة ضد القهوة، بس لا هي ولا جوزها عمرهم أداروا مشروع قبل كده. جوزها كان شغال في معرض عربيات، وبسمة كانت شغالة في محل هدوم تقريباً. المهم، رموا نفسهم في الموضوع. عمياني، يعني أنا مع فكرة ورط نفسك واكتشف الحياة، بس مش للدرجة دي. ولو حد سألني، أنا عمري ما حبيت أجيب قهوة من بره البيت. هو كيلو البن دلوقتي ب500 جنيه ويفضل معايا شهر كامل. وطبعا يا نهار أبيض، بسمة ما كانتش بتسكت. كل يوم منشورات على السوشيال ميديا عن إنها صاحبة عمل والمرأة القوية وعايشة دور رائدة الأعمال. والبروفايل بتاعها مكتوب عليه حرفياً المدير التنفيذي. لا كافيه فتحته بفلوس جدتها الميتة. بس الصدمة فين؟ المحل من أول يوم كان بيخسر فلوس. عرفت من بنت خالي إنهم بالكاد بيعافروا عشان يدفعوا إيجار المكان. الموقع كان سيء، وما يعرفوش أي حاجة عن سلاسل التوريد ولا إدارة الشغل، وأكيد في منافسة شرسة. لو أي حد عمل بحث لمدة 5 دقايق كان هيعرف. بس بسمة وجوزها فضلوا يرموا فلوس في المحل ويستلفوا من هنا ومن هنا، وبسمة لسه مستمرة تنزل منشورات عن مشروعها الناجح والازدهار اللي هي فيه. الموضوع ده استمر حوالي سنة ونص. سنة ونص من التمثيل وإن كل حاجة تمام، في حين إن المركب كلها كانت بتغرق. ده في مرة أنا قررت أروح بنفسي أجرب، يمكن أقدر أساعدها أو أعرف أستعمل شهادة إدارة المشاريع بتاعتي بدل ما هي على الرف. ومن أول ما دخلت أنا كنت قادرة أشوف المشكلة وأشمها. حرفياً كنت بشم ريحة قهوة محروقة. وحاولت أتكلم مع بسمة بس بدون أي فايدة. الوضع استمر لحد ما تليفوني رن في يوم. كانت أمي، وحتى ما كلفتش نفسها تقولي أعمله إيه يا سارة. هي دخلت في الموضوع. بسمة في مصيبة، المحل مش بيجيب همه، وعليها ديون ومحتاجة مساعدة. وطبعاً قصدها بمساعدة يعني فلوسي أنا. سارة، أختك بتغرق دلوقتي ومحتاجاكي تقفي جنبها. أنا قلت في بالي، أقف جنبها؟ أقف جنبها إزاي؟ أنا هنا بخلع سيراميك الحمام بإيديا وبحاول أصلح سقف بيت جدتي على قد ميزانيتي وبالعافية. هي عايزة مني إيه؟ أمي كملت، لازم تدي بسمة فلوس تسد ديونها، لو سددتهم هتقدر تنقذ المشروع. قلت لها، لأ، دي مشاكل بسمة. بسمة اللي خدت الكاش من جدتي، وبسمة اللي فتحت المحل، وبسمة تقدر تتصرف وتحل مشاكلها بنفسها، وأنا أصلاً ما عنديش المبالغ دي. وده كان حقيقي فعلاً. بس أمي ردت عليا بمنتهى البساطة وقالت لي، ما أنتي عندك البيت تقدري ترهنيه وتاخدي قسط من البنك بضمانه، وبسمة هتدفع لك الأقساط. اللي أنا عملته لما سمعت الطلب ده كالتالي، عملت ميوت لأمي. بعدها طلعت صوت من حرف واحد، وأي حد هيقول لي بتبالغي هقولك كانت عايزاني أرهن بيت جدتي كضمان للمقهى الفاشل بتاع بسمة. كانت عايزاني أضحي ببيتي واستقراري عشان الست بسمة تكمل لعب دور سيدة الأعمال القوية. فكيت الميوت وقلت لها، المشروع ده مش هيكمل، ولو بسمة معرفتش تسدد القسط، وده اللي هيحصل طبعاً، أنا اللي هخسر البيت، بيت جدتي، الحاجة الوحيدة اللي حد في العيلة دي إداها لي. الكلام ده ما عجبش أمي خالص، وقالت لي، أنتِ طماعة يا سارة، طول عمرك كده قلبك حجر. وفجأة بسمة دخلت على الخط في التليفون، أو يمكن كانت قاعدة وسامعة ومستنية الإشارة من الأول، مش عارفة. وبدأت هي كمان تهاجمني، أنتِ أنانية وإنسانة زبالة، أنا أختك وأنتِ مش راضية حتى تساعديني. المهم، دي كانت آخر مكالمة بيني وبينهم لفترة طويلة. قفلت السكة وما رجعتش اتصلت، ولا كنت برد لما يتصلوا. حاولوا كام مرة في أول أسبوع ومحدش فيهم اعتذر، فقلبت بسكوت تام. بس تمام، السكوت ده كان مصلحة وفايدة ليا. كملت حياتي وفضلت أشتغل في البيت، صلحت السقف وجددت المطبخ ودهنت الأوضة كلها. الدنيا كانت هادية ومفيش حد بيزن فوق دماغي، ولا في إملاء شروط ولا إحساس بالذنب ولا نغمي بسمة محتاجة كذا وبسمة عايزة كذا. كنت أنا وبيتي وبس. وصحيح، الحمد لله لقيت شغل في شركة ناشئة كمدير التسويق، مش نفس شهادتي بالظبط بس اسمه شغل وبيعمل قرشين حلوين. بعد كام شهر كده بنت خالي اتصلت بيا وقالت لي، سمعت اللي حصل لبسمة؟ قلت لها، لا، في إيه؟ قالت لي إن بسمة وجوزها باعوا الكافيه وسددوا ديونهم، وبعدين، وده الجزء اللي خلاني أشرق في كوباية القهوة وأنا بشربها، فتحوا مطعم. مطعم مرة واحدة. الاتنين اللي معرفوش يمشوا كافيه قرروا يفتحوا مطعم. والمطعم ده أصعب بمراحل، لازم تفهم في تكلفة الأكل والعمالة والشهادات الصحية والموردين، وهم ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة. أنا كنت مستغربة جدا، يعني أنتي فشلتي في الحاجة السهلة فتقومي تجربي الحاجة المعقدة؟ ماشي، براحتكم، مش مشكلتي. بس الحاجة اللي كانت بتاكل في دماغي، هم جابوا الفلوس منين؟ ده هم لسه دافعين ديون ومعهمش فلوس خالص، والمطاعم دي مشاريع بتكلف مبالغ ضخمة. قعدت فترة مش لاقية إجابة، والموضوع شغال في بالي.
في نفس الوقت بسمة رجعت تنزل منشورات على إنستجرام، صور للمطعم وقائمة الأكل، وهي وجوزها واقفين في المطبخ وفخورين بنفسهم وبيتكلموا عن الأرباح الخيالية والليالي التاريخية للمطعم. كنت ساعات بشوف المنشورات دي وأنا بقلب بالصدفة، وبصراحة كان في جزء جوايا بيتمنى لها تنجح المرة دي، بجد والله، مهما كان دي أختي في الآخر. بس بعد كده عرفت جابوا الفلوس منين. قابلت صاحبة أمي فوزية، وأقسم بالله بطني وجعتني من الصدمة وهي بتقولي إن أبويا وأمي هما اللي إدوهم الفلوس. أبويا وأمي اللي طالعين على المعاش، ومش مثلا إدوهم تحويشة العمر وبس، لأ، دول راحوا البنك وأخدوا قسط بضمان بيتهم اللي عايشين فيه. خطروا بالبيت اللي ساترهم عشان بسمة تفتح مطعم. قعدت متنحة وأنا بتكلم مع فوزية، ومش قادرة أرد عليها، ومش عارفة أستوعب. دول ناس كبار في السن ومعاشهم على القد، يرهنوا بيتهم عشان المحاولة التانية لبسمة بعد ما محاولتها الأولى لبست في الحيط. كنت عايزة أتصل بيهم، مسكت التليفون كذا مرة، بس هقولهم إيه؟ ما تعملوش كده؟ هم خلاص عملوها والورق اتمضى والفلوس اتصرفت. فحطيت التليفون وقعدت في مطبخي الجديد المتجدد في بيت جدتي، وأنا بشرب قهوة باردة وبفكر في إن في ناس عمرها ما بتتعلم. مرت سنة كاملة، لا أنا بتصل ولا هم بيتصلوا، وصراحة كنت مرتاحة. لحد ما في يوم أمي اتصلت فجأة من غير مقدمات، وصوتها كان غريب، مخنوق وكأنها بتعافر عشان ما تعيطش. سارة، إحنا محتاجين نتكلم، الموضوع ضروري، تقدري تيجي البيت السبت ده؟ كنت هقول لأ، أي مشكلة حصلت لهم في السنة دي مش شغلتي أصلحها، بس نبرة صوتها خلتني أقول يمكن في مصيبة بجد، حاجة تخص صحتها مثلا. فقلت تمام. ركبت عربيتي السبت الصبح ورحت. دخلت البيت، لقيتهم قاعدين في الصالون، ومش أبويا وأمي بس، بسمة وجوزها كمان قاعدين على الكنبة مستنيني. ساعتها جالي هبوط، وحسيت إن قلبي انقبض. الموضوع ملوش أي علاقة بالصحة. الجملة الوحيدة اللي جت في بالي ساعتها ده فخ، وأنا وقعت في الفخ. أمي ما ضيعتش وقت ودخلت في الموضوع على طول. بسمة عندها مشاكل كبيرة في المطعم، مشاكل تودي في داهية، ولو ما لحقناش الموضوع أنا وأبوكي هنخسر البيت. أنا قطعتها وقلت لأنكم أخدتوا القسط بضمان البيت. أنا عارفة. شكلها اتفاجأ إني عارفة، بس هي كملت ولا كأن في حاجة. يعني أنت فاهمة إحنا محتاجين مساعدتك إزاي؟ لو ما وقفتيش جنبنا هنخسر كل حاجة. بصيت لها وبصيت لأبويا وبصيت لبسمة اللي كانت باصة في الأرض، وجوزها كان قاعد بيلعب في تليفونه ومستخسر حتى يبص في وشي. قلت لها يا أمي، أنت كنتي عارفة المخاطر وأنت بتعملي كده. لما بتروحي البنك وتمضي على الورق ده، الموظف بيقعد معاكي ويشرح لك كل حاجة ممكن تروح في داهية، وحذروكي وأنت مضيتي. أبويا اتعصب ودخل في الكلام وهو متأثر. يا سارة، ده بيت طفولتك، أنت كبرتي هنا، مش وقت مناقشات وجدال دلوقتي، إحنا لازم ننقذ البيت. قلت له أنا مش هدفع جنيه في الموضوع ده. أمي صرخت يعني إيه مش هتساعدي؟ قلت لها كلامي واضح يا ماما، مش هدفع جنيه. أنا قلت لك الكلام ده لما كنت عايزاني أرهن بيتي عشان الكافيه، قلت لأ ساعتها، وبقول لأ دلوقتي. الصالون قلب هدوء قاتل لثواني، وفجأة أبويا جاب آخره وبدأ يزعق بجد، وشه أحمر وعروقه ظهرت وقال تمام، لو خسرنا البيت ده إحنا هنيجي نعيش عندك، سامعة؟ هنلم حاجتنا وهنعيش عندك في بيتك. أنا ما نطقتش ولا بكلمة. لميت شنطتي وخرجت من باب البيت، ركبت عربيتي وفضلت ماشية 4 ساعات رجوع لبيتي. ما عيطتش وما اتصلتش بحد، كنت سايقة وبس. بس كلام أبويا كان عمال يخبط في دماغي، هنيجي نعيش عندك. وأنا عارفة أبويا كويس، ما كانش بيرمي أي كلام. بعد كام أسبوع أو يمكن شهر مش فاكرة بالظبط، سمعت من صاحبة ليا إن مطعم بسمة خلاص لفظ أنفاسه الأخيرة. كانت طردت معظم الموظفين ومش قادرين يدفعوا للموردين، والفواتير والديون مثل تلة فوق دماغهم. الموضوع كله كان بينهار، بالظبط زي ما حصل في الكافيه. بس المرة دي ما كنتش فلوس بسمة بس هي اللي بتتحرق، ده كان بيت أبويا وأمي. وهنا الفكرة لمعت في دماغي وصحيت. شفت السيناريو اللي هيحصل بالظبط. أنا قلت لكم أنا زي جدتي عندي بعد بصر. البنك هيحجز على بيت أبويا وأمي وياخدوا، وبسمة وجوزها مش هيلاقوا يدفعوا إيجار في أي حتة لأنهم على الحديدة، والكل في الآخر هيجوا على باب بيتي. الأربعة بحالهم بشنطهم وقرفهم ومشاكلهم هينطوا في بيت جدتي اللي رممت وصلحت كل شبر فيه. هنا أنا طلعت من البيت وصرخت في الشارع مستحيل، على جثتي. وطبعا الناس في الشارع افتكروني مجنونة، وممكن تقولوا عليها كده فعلا، بس كان لازم أعمل حركة من بتوع الأفلام. لما رجعت البيت بدأت أفكر في عرض الشغل اللي أصحابي بتوع الكلية كانوا بيزنوا عليا فيه من فترة عشان أروح أشتغل معاهم في الأردن. شغل حلو كمدير التسويق ومرتب محترم. كنت دايما برفض عشان حياتي المستقرة هنا، بس دلوقتي
إيه اللي جابرني أقعد؟ بجد يعني أنا مكلمتش عيلتي من شهور، والحاجة الوحيدة اللي ربطاني بالمكان ده هي بيت جدتي. وبعدين الأردن فيها أكل حلو، أهو أروح أجربه. بس قعدت أفكر في جدتي، يا ترى كانت هتبقى عايزة إيه؟ كانت هتبقى عايزاني أكون مبسوطة. طول عمرها كانت بتقولي كده. ما كانتش هترضى أبدا إني أقعد هنا مستنية لما كلهم يجوا يهدوا عليا ويحتلوا حياتي ويسرقوا تعبي. كانت هتقولي امشي يا سارة. فعملت حاجة مجنونة شوية، أو يمكن دي أكتر حاجة عاقلة عملتها في حياتي كلها. مش عارفة، بس أنا عرضت البيت للبيع. بيت جدتي اللي قعدت سنين أصلح فيه، المطبخ الجديد، السقف، الدهان اللي في كل أوضة. بعته. ولا قلت لأبويا وأمي، ولا قلت لبسمة، ولا حد في العيلة خالص عرف بالموضوع. عرضته للبيع وبعته، ولميت حاجتي ومشيت. وأصحابي في الأردن ساعدوني ألاقي مكان. استلمت الشغل واستأجرت لنفسي بيت صغير على قدي، مش فخم ولا حاجة، بس بتاعي أنا، بتاعي لوحدي. مفيش أي دراما عائلية بتجري ورايا. ولأول مرة مش فاكرة من إمتى عرفت أتنفس بجد. مفيش رعب ولا قلق أول ما التليفون يرن، ولا قاعدة مستنية المصيبة الجاية. هدوء وبس. الموضوع ده استمر حوالي شهرين لحد ما أمي اتصلت. أمي على الخط وبتتكلم بسرعة الصاروخ، كأنها لو اتكلمت بسرعة كده أنا مش هعرف أرد. قالت: بس ما خسرت المطعم وخلاص قفل. والبنك؟ يا سارة البنك حاجز على بيتنا، وما عندناش مكان نعيش فيه. أنا منطقتش، فضلت واقفة في مطبخي الجديد في الأردن ومسكت التليفون. أمي كملت: بصي بقى، اللي هيحصل كالتالي. أنا وأبوكي هنيجي نعيش عندك في البيت، وبسمة وجوزها كمان لأنهم مش قادرين يدفعوا إيجار دلوقتي. هنقعد كلنا سوا حوالي 6 شهور كده لحد ما ندبر أمورنا ونشوف هنعمل إيه. الأربعة في بيت جدتي، البيت اللي أنا بايعاه من 3 شهور أصلاً. التليفون كان هيقع من إيدي، بس كان في ضحكة شريرة على وشي، وللأسف أمي مش هتعرف تشوفها. بس جمدت نفسي ولميت الدور. اتكلمت بصوت هادي جدا وسألتها: وهتيجوا إمتى إن شاء الله؟ قالت لي: كمان أسبوعين. محتاجين أسبوعين نلم فيهم حاجتنا ونأجر شحنتين عشان العفش. قلت لها: تمام ماشي. وقبل ما أسمع كلمة زيادة قفلت السكة. وبدأوا الأسبوعين. أمي كانت بتبعت لي تعليمات كل يوم على الواتساب. كانت عايزاني أفضلهم أوضة في الدور الأرضي عشان ركبهم، وقالت لي إنهم هيجوا بعفشهم لأنهم متعودين عليه، والمفروض إني أنقل حاجتي أنا أو أبيعها. أما بسمة فبعتت لي رسالة بتقولي فيها إنها هي وجوزها محتاجين أكبر أوضة نوم في البيت، الأوضة الماستر، وهي مش بتستأذن، دي بتأمرني. أنا ما جدلتش ولا اعترضت. كنت ببعت إيموجيز بتضحك وقلوب وتمام. تنوروا، مستنياكم بفارغ الصبر. أسبوعين كاملين على الوضع ده لحد ما جه اليوم الموعود. عملت تليفوني صامت من الصبح ونزلت رحت شغلي وخلصت مشاويري، وما بصيتش في الشاشة ولا مرة. على المغرب كده فتحت التليفون، لقيت أكتر من 67 مكالمة فائتة ورسايل متلتلة فوق بعضها. أبويا وأمي كانوا وصلوا لبيت جدتي، بس الصدمة إن ما كانش بيت جدتي. خلاص دي كانت في عيلة تانية غريبة عايشة جواه. أبويا وأمي وصلوا بشحنتين محملين عفش، وناس غريبة تماماً هم اللي فتحوا لهم الباب. رسايل أمي على الواتساب كانت مش طبيعية: أنتِ فين؟ مين الناس اللي في بيتك دول؟ بيقولوا إنهم اشتروا البيت. سارة، أنتِ عملتي إيه؟ أنتِ دبستينا. وبسمة بعتت لي رسالة بتقول لي إني كنت بتسلى بيهم وبشتغلهم بقالي أسبوعين، وإني جارتهم في الكلام بس عشان أذلهم وأخليهم يلموا عفشهم ويرجعوا على ما فيش. يعني الصراحة أيوة، هو ده اللي حصل بالظبط، وأنا أصلاً زعلانة إن الأسبوعين دول خلصوا أساساً ولعبتي انتهت. اتصلت بأمي، ردت من أول رنة وبدأت تصرخ. الدنيا كلها اتهدت فوق دماغهم، واضطروا يحطوا عفشهم في مخزن وقاعدين في شقة مفروشة. كانت بتعيط وتزعق في نفس الوقت: اديني عنوانك دلوقتي حالاً. قلت لها: أنا مش هديكي عنواني يا أمي. قالت بصدمة: ليه لأ؟ قلت لها: لأنني نقلت، أنا عايشة في بلد تاني دلوقتي. الخط قال بسكوت تام، هدوء قاتل. وبعدين بدأت تعيط، وبدأت تشتمني وتقولي: أنتي مسخ وبنت عاقة وما بيتمرش فيكي التربية. وساعتها في حاجة جوايا انقطعت، مش بطريقة درامية يعني، لأ، أنا بس كنت جبت آخري وخلاص. المرة دي ما عملتش ميوت. بعدها قلت لها بنبرة حاسمة: أنتي وبابا اديتوا لبسمة كل حاجة طول حياتها، كل حاجة، ودلوقتي بسبب الدلع الأعمى ده أنتي خسرتي كل حاجة. دي مش غلطتي، وأنا مش هكون طوق النجاة اللي يخلصكم من اللي عملتوه في نفسكم. وقطعت الاتصال وقفلت السكة في وشها. عرفت بعد كده من بنت خالي اللي حصل معاهم. أبويا وأمي سابوا الشقة المفروشة وأجروا شقة صغيرة على قد الحال في أطراف المدينة، وأمي اضطرت تنزل تشتغل تاني بالرغم من إنها كانت استقالت يوم ما طلعت على المعاش. وأبويا رجع يشتغل دوام كامل وبقى بياخد ساعات إضافية عشان يدوبك يلحقوا على مصاريف الأقساط والعيشة.
وبسمة وجوزها شالوا من دماغهم حوار المشاريع ده خالص، ونزلوا اشتغلوا وظايف مكتبية عادية في أي شركة عشان يلاقوا لقمة ياكلوها. ونسيت أقول لكم على المفاجأة، أهل جوز بسمة صعب عليهم حالهم، خصوصا لما عرفوا إن بسمة حامل، فخلوهم يقعدوا في بيت المصيف بتاعهم يعيشوا فيه. يعني على الأقل بقوا لاقيين سقف يسترهم. والمفاجأة بقى اللي تموت من الضحك، أبويا وأمي حاولوا يروحوا يعيشوا مع بسمة وجوزها في بيت المصيف ده، وبسمة رفضت. قالت لهم إنها عايزة هدوء وراحة بال ومش عايزة مشاكل ونكد في حملها. فقعدوا يتخانقوا سوا وقطعوا مع بعض هم كمان. يعني دلوقتي مفيش حد في العيلة دي بيطيق التاني ولا بيكلم التاني، ورغم إنها عيلتي، بس الموضوع قلب كوميديا سوداء. بعد فترة من المعمعة دي كلها جالي رسالة من أمي، رسالة طويلة عريضة جدا. أنا طبعا ما قريتش منها كلمة، فضلت أنزل أشوف آخرها فين لحد ما وصلت لنهاية الكلام. بس في آخر الرسالة خالص لقيتها بتطلب عنواني الجديد عشان يجوا يزوروني. أنا أول ما قريت الجملة دي اتخيلت المنظر على طول، أبويا وأمي واقفين قدام باب شقتي ومعاهم شنطة الهدوم الكبيرة. هيقولوا جايين أسبوع، تقلب بشهر، وبعدين يلزقوا وما يمشوش خالص. فرديت عليها وكتبت لها: أنا مبسوطة إنكم اعتذرتم. وأنا طبعا توقعت إن الرسالة فيها اعتذار لأني ما قريتش حاجة منها، بس كملت وقلت لها: ما عنديش أي رغبة أو نية إننا نتقابل دلوقتي، يمكن بعدين، الله أعلم. هي مفكراني بذكاء بسمة ولا إيه؟ وبس كده، هو ده الوضع دلوقتي. أنا مركزة في شغلي كمدير التسويق في الأردن وبظبط في بيتي الجديد. نرجع بقى للسؤال اللي سألته لكم في أول الحكاية، يا ترى الخطأ في كل اللي حصل ده على مين بالظبط؟